السلام عليكم طلاب تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل واجب درس الطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع. نبدأ كده بسم الله. أول سؤال بيقول صيغة أبعاد الطاقة. طبعا اتفقنا إن صيغة أبعاد الطاقة هي نفسها صيغة أبعاد إيه؟ الشغل أيا كان نوع الطاقة، إن كانت طاقة حركة أو طاقة وضع. والإجابة الصحيحة هتكون ب ام ال تربيع تي أس سالب 2. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول سيارة كتلتها 2000 كيلو جرام، أدي الام، تسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، يبقى دي الفي. عايز طاقة الحركة. طبعا طاقة الحركة الكاينيتيك انرجي كانت بتساوي نص الكتلة في مربع ايه؟ في مربع السرعة. يبقى الكاينيتيك انرجي هتساوي نص الكتلة بكام؟ ب 2000 في مربع السرعة. في هنا فكرة في السرعة ان السرعة دي لازم تتضرب في 5 على 18 عشان ايه؟ نحولها للمتر على الثانية. فادي ال 60 تضربها في 5 على 18 تربيع. خد بالك انا عملت ايه؟ 60 في التحويله والكل تربيع. طيب لما تيجي تحسب الطاقه تطلع معاك ب 2.78 من 100 في 10 اس 5 جول. هي تطلع رقم كبير، دوس اي ان جي اللي هو الزرار اللي في الاله يجيبها لك بالاسس على طول. سؤال رقم 3 بيقول في الشكل المقابل 4 أجسام A و B و C و D مختلفة الكتلة تتحرك بسرعة ثابتة. خد بالك يعني إيه تتحرك بسرعة ثابتة؟ يعني مش سرعة متساوية، سرعة ثابتة يعني كل جسم فيهم ماشي بسرعة منتظمة يعني. طيب إذا كان الأجسام الأربعة لها نفس السرعة فإن الجسم الذي له أكبر طاقة حركة. بالمنطق كده كل الأجسام بتتحرك بنفس السرعة، بس أنا لو سألتك مين بقى الجسم اللي واخد اكبر طاقه عشان يتحرك بنفس السرعه؟ الجسم الاكبر في الكتله. زي ما تزق مثلا موتوسيكل وعربيه ملاكي وعربيه نقل كبيره وهتحركهم بنفس السرعه. لو انا سالتك مين اللي واخد اكبر طاقه هتقول لي العربيه النقل الكبير، صح؟ يبقى كده اكبر، ده كده فيزيائيا. طب رياضيا بقى الكي اي طرديه مع مين؟ مع الكتله. يبقى اكبر طاقه هي اكبر كتله والجسم ايه اللي هو كتلته 10 كيلو جرام. طيب المطلوب الثاني بيقول اذا كان الاجسام الأربعة لها نفس طاقة الحركة فإن الجسم الذي له أكبر سرعة. قلنا طبعا إن كل ما كتلة الجسم تزيد سرعته تقل عند ثبوت الطاقة. يعني لما تيجي تحدف جسمين، جسم كبير وجسم صغير بنفس الطاقة، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي إن الجسم الصغير سرعته أكبر، صح؟ لأن الكتلة علاقتها عكسية مع السرعة، يبقى الكتلة تتناسب عكسيا مع مربع السرعة عند ثبوت طاقة الحركة. طيب فهنا هتبقى الجسم الذي له أكبر سرعة هو أقل إيه؟ أقل كتلة. اكبر سرعه واقل كتله اللي هو الجسم دي اللي هو كتلته 1 كيلو جرام. طيب نيجي للسؤال رقم 4 بيقول الترتيب الصحيح للسيارات الموضحه بالشكل المقابل تبعا لطاقه حركه كل منها. هتحسب طاقه الحركه لكل منها. فطاقه الحركه الاولى الكي اي في الحاله الاولى تساوي نص اللي هو ايه، يعني خليها ايه، تمام. الكي اي للسياره ايه؟ نص الكتله في مربع السرعه، يعني نص في 10000 كتلتها، واضح البيانات على الرسم، في مربع السرعه اللي هي الايه؟ ال20. طيب والكي اي في السياره بي تساوي نص الكتله في مربع السرعه، وبيضربك هنا على التعويض في القانون، ومربع سرعتها 15 تربيع. طيب ونص الكتله في مربع السرعه للسياره الثالثه، ادي نص في الكتله ب 1500 في مربع السرعه اللي هي كام؟ اللي هي 20 تربيع. طبعا واضح جدا ان دول متساويين في الكتله اللي هي بي وسي، بس السرعه بتاعت سي اعلى، يبقى هي اكبر في طاقه الحركه، تمام. فهتبقى الترتيب الصحيح ان ايه اكبر طاقه، لان هي اكبر كتله والسرعه ايه؟ السرعه بتاعتها اعلى، يبقى اكبر طاقه ايه ثم سي ثم بي. لو حسبت طبعا بالارقام هتطلع معاك الاجابه الف. طيب نيجي للسؤال رقم 5 بيقول عداء كتلته 72 كيلو جرام. العداء ده يعني انسان شخص يعني ام واحد. طيب وطاقه حركته مساويه لطاقه حركه سياره، يبقى دي الام 2 كتلتها 1200 كيلو جرام وتتحرك بسرعه 9 كيلو متر في الساعه. دي لازم تتحول، يبقى 9 في 5 على 18، لو حولتها تطلع معاك 2.5 بالمتر على الثانيه كده. طيب عايز سرعه العداء. طيب احنا عندنا قال لك ايه؟ طاقه مين مساويه؟ الطاقتين متساويين، يبقى هنا هتقول الكي اي في الحاله الاولى تساوي الكي اي في الحاله الثانيه. ده كده بدون ما تفكر، انت هتكتب اللي هو متساوي تفكها بقى. يبقى نص الكتله في مربع السرعه، ادي نص ام 1 في 1 تربيع، وادي نص ام 2 في 2 تربيع. النص هتروح مع النص، كتله العداء اللي هو 72 في مربع السرعه بتاعته اللي هو المجهول في 1 تربيع تساوي ام 2 اللي هي كتله السياره ب 1200 في مربع سرعه السياره اللي هي 2.5 تربيع. طيب
هنا انت عايز مين؟ عايز السرعه دي تقسم اللي بره على اللي جنبها او تجيبها بالاله زي ما احنا متعودين. يبقى الفي 1 تربيع هتساوي 1200 في 2.5 تربيع على ال 72. تاخد الجذر طبعا عشان تشيل التربيع من هنا، هتطلع معاك سرعه العداء ب 10.21 متر على الثانيه، والاجابه هتكون د. سؤال رقم 6 بيقول الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين مربع مقدار السرعه ومقلوب الكتله. عايز طاقه الحركه. طبعا قلنا الميل في العلاقه دي لازم نحسبه، لازم تحسب الميل. السلوب هو القانون اهو، نص الكتله في مربع السرعه، وده طبعا من العلاقات اللي كانت موجوده في الشرح، نص الكتله في مربع السرعه. طب الميل السلوب يمثل ايه؟ الصادات على السينات، يعني مربع السرعه على مقلوب الكتله. تطلع الكتله فوق تبقى ام في تربيع، وام في تربيع كانت بتساوي ايه؟ 2 في طاقه الحركه، يبقى السلوب هنا يمثل 2 في طاقه الحركه او 2 كاينيتيك انرجي. تمام، لان كانك ايه وديت النص دي هناك بقت 2. طيب كده الميل يمثل 2 في طاقه الحركه. هو عايز طاقه الحركه، طب ما هو هنحسب الميل ونساويه ب2 في طاقه الحركه. الميل بص طبعا دي بادئه من الصفر اهو، المفروض يعني لو وصلناها توصل تبدا من الصفر، ادي 8 على 4. يبقى هنا الميل 8 على 4 ده رياضيا تساوي 2 في طاقه الحركه اللي انا عايزها اللي هي الكاينيتيك انرجي. طيب 8 على 4 بكام؟ ب2، نقسمهم على الاثنين دي تطلع معاك الكي اي تساوي كام؟ تساوي 1 جول، والاجابه هتكون ب. سؤال رقم 7 بيقول الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين السرعه لجسم كتلته، ادي الام تساوي كام؟ تساوي 2 كيلو جرام، الام بتساوي 2 كيلو جرام، وعندك زمن حركه الجسم تي. فان الشكل البياني الذي يعبر عن العلاقه بين طاقه الحركه والزمن. طيب هو المفروض ان السرعه دي ايه؟ منتظمه، يبقى طاقه الحركه بتتغير بانتظام مع الزمن، تمام، او ثابته يعني بمرور الزمن. ليه؟ لان الكي اي بتساوي ايه؟ نص ام في تربيع، ماشي، فبالتالي النص ثابت والام ثابت والسرعه ثابته. السرعه ايه؟ السرعه ثابته. طيب فبالتالي طاقه الحركه كده هتبقى ثابته برضو بمرور الزمن. طيب فبالتالي هستبعد ب وج، يبقى يا الف يا ايه؟ يا د. طب ما نحسب، هي من هنا انت معاك اللي هي الطاقة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طيب فادي نص، احسب في الكتلة ب2 في مربع السرعة، السرعة بكام هنا؟ السرعة منتظمة اهي ب2 تربيع، يبقى كده نص في 2 ب1، 2 تربيع تبقى ب4، يبقى الطاقة هنا بكام؟ ب4، هنا ب2، يبقى هي الإجابة الصحيحة أن طاقة الحركة تكون إيه؟ بتساوي 4. طيب سؤال رقم 8 بيقول الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين طاقة الحركة كي إي لجسم كتلته ام ومربع مقدار السرعه. فان كتله الجسم تساوي كام؟ طبعا هنا برضو نجيب الميل، الكاينيتيك انرجي تساوي نص ام في تربيع. طيب احنا عاملين علاقه بين كي اي ومربع السرعه، يبقى كده الميل يمثل نص ام، ادي نص ام. انت عايز ايه؟ عايز الام اللي هي الكتله. طيب هي الكتله هتساوي الميل هنا تاني الزاويه، احنا كنا خدنا ان الميل حاجات كتير، فرق الصادات على فرق السينات او تاني الزاويه بين الخط والاتجاه الموجب لمحور السينات. فالزاويه هنا تان 45 تساوي نص ام، يبقى الام هتساوي تان 45 اللي هي بواحد على نص، تطلع معاك بكام؟ ب 2 كيلو جرام، والاجابه هتكون ج هي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 9 بيقول سياره كتلتها 3000 كيلو جرام وسرعتها ادي اللي هي 3 في 10 اس 3 يعني الام، سرعتها 16، ادي الفي 16 متر على الثانيه، اصطدمت بشجره فلم تتحرك الشجره وتوقفت السياره. عايز التغير في طاقه الحركه. خدنا ان التغير في طاقه الحركه اللي هو الدلتا كي اي يساوي طاقه الحركه في الحاله الثانيه ناقص طاقه الحركه في الحاله الاولى. طيب طاقه الحركه في الحاله الثانيه قال لك ايه؟ توقفت السياره، يبقى طاقه حركتها بكام؟ بصفر، ناقص نص الكتله في مربع السرعه، ماشي، يبقى الكي اي هتطلع هنا بقى الدلتا كي اي او التغير بالسالب. ليه بالسالب؟ انا هستبعد كده ج ودال. ليه بالسالب؟ لان هي توقفت في الحاله الثانيه، يعني السرعه في الحاله الثانيه بصفر، فكده هتطرح الثانيه ناقص الاولى تطلع بالسالب. طيب يبقى كده سالب نص الكتله ب 3000 في مربع السرعه يعني 16 ايه؟ تربيع. لو حسبتها تطلع معاك رقم كبير، دوس اي ان جي، هتطلع 3 و8 او 84 في 10 اس 5 جول، وهتكون بالسالب طبعا زي ما اتفقنا. طيب المطلوب اللي بعده على نفس السؤال،
بيقول لك عايز الشغل المبذول على الشجره عندما ترتطم مقدمه السياره بها. الشغل المبذول، هي الشجره اتحركت من مكانها، قال لك لم تتحرك، طبعا الشجره ما اتحركتش، فبالتالي هنا الازاحه بكام؟ الازاحه بصفر، يبقى الشغل بكام؟ بصفر، والاجابه هتكون الف. طيب المطلوب الثالث ان مقدار متوسط القوه التي اثرت في مقدمه السياره فقوستها للداخل. هو في قوه اثرت على السياره؟ ايوه، والدليل ان هي تقوست. يعني ايه تقوست؟ يعني حصل ازاحه لجزء من السياره، فبالتالي في قوه ولا ما فيش؟ في قوه. لذلك هنا لو جينا قلنا في شغل اتبذل على الشجره، قول لي لا، لكن في شغل اتبذل على السياره ايوه. لذلك هنا بقى ايه؟ ان الشغل اللي اتبذل على السياره اللي هو W يساوي طاقه الحركه او التغير في طاقه الحركه، وبيساوي نص ام في تربيع. ماشي، طب شيلها بقى دي وحط مكانها ايه؟ اف في دي، عشان انت عايز الاف ومديك الدي اللي هي الازاحه ال 50 سم. يبقى انا هروح اعوض هنا واقول ان الشغل هو نفسه التغير في طاقه الحركه بيساوي اف في دي. طب التغير في طاقه الحركه جبناه من شويه، او عايز تقول نص ام في تربيع تاني مفيش مشكله، نص 3000 في ال 16 تربيع ماشي، تساوي الاف اللي انت عايزها في الازاحه اللي هي 50 سم. معلش هتحول بقى ال 50 دي تضربها في 10 سالب 2، هتجيب الاف من هنا تقسم ده على ده، فتطلع معاك القوه هتطلع تقريبا ب 700,000. هتعملها بالزرار بتاع الاله الاي ان جي تطلع معاك بالاسس. يبقى هنا الاف هتساوي 7.68% في 10 اس 5 نيوتن. دي القوه ايه اللي اثرت على السياره، والاجابه هتكون دي. سؤال رقم 10 بيقول جسم كتلته 25 كيلو جرام، ادي الام، وبذل عليه شغل مقداره، ادي الشغل اللي هو 1800 جول، فتحرك افقيا المسافه دي على مستوى املس، فتكون سرعه الجسم بعد قطعه هذه المسافه. طيب هو الشغل اللي اتبذل عليه سبب للجسم طاقه حركه، تمام؟ فبالتالي هنا الشغل يساوي ايه؟ يساوي طاقه الحركه، يساوي نص الكتله في مربع السرعه. طيب فهو عايز ايه؟ عايز السرعه. طب ما هو الشغل اللي هو 1800 يساوي نص في الكتله اللي هي 25 في مربع ايه؟ مربع السرعه. طيب هتقسم 1800 او ودي دي هناك بعكس او تتقلب سوري، اللي هي النص تتقلب تبقى 1800 في 2 ب 3600 تساوي 25 في تربيع. انا عايز الفي، اقسم 3600 على ال 25 وخد الجذر، يبقى الفي هتساوي 3600 على ال 25 وناخد ايه؟ وناخد الجذر، هتطلع معانا بتساوي 12 متر على الثانيه، والاجابه د. سؤال رقم 11 بيقول يوضح الشكل منظر علوي لمقدار واتجاه كل من 4 قوى تؤثر على جسم، فإن التغير في طاقة حركة الجسم أثناء إزاحته 4 متر. تغير في طاقة الحركة يمثل الشغل. طيب فلو جينا قلنا ده القوة دي هتلاشي دي، وهنا القوة المحصلة هتكون 7 ناقص 1 لأن هم عكس بعض، فتطلع القوة المحصلة بتساوي 6 نيوتن. طيب أنت عايز إيه؟ عايز التغير في طاقة الحركة، والتغير في طاقة الحركة يساوي الشغل، يعني هيساوي القوة في الإزاحة. طيب محصلة القوة جبناها، يبقى الدلتا كي إي تساوي محصلة القوة اللي هي ب6 في الإزاحة ب4، تطلع معاك 24 جول، والإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده رقم 12 بيقول جسم طاقة حركته 4 جول، فإذا زادت سرعته للضعف تصبح طاقة حركته كام؟ طيب خد بالك إن الكي إي طردية مع مربع السرعة، فالسرعة زادت للضعف عليها تربيع، خد بالك من التربيع، فالتربيع ده لما تربع الضعف يبقى كده 4 أمثلة، فكده طاقة الحركة زادت ل4 أمثلة، فهي كانت 4 جول اضربها في 4 تطلع معاك بكام؟ ب 16 جول. طيب سؤال رقم 13 بيقول الشكل المقابل يوضح سيارة كتلتها M وسرعتها V، ودراجة نارية كتلتها M على 4 وسرعتها 2V. النسبة بين طاقة حركة السيارة إلى طاقة حركة إيه؟ إلى طاقة حركة الدراجة. طيب ما كي تساوي الأولى على الثانية، الأولى اللي هي السيارة مثلا، طيب أدي نص كتلتها M في مربع السرعة V تربيع، والثانية نص كتلتها M على 4 في مربع السرعة 2V الكل تربيع. رياضة ماشي، النص هتروح مع النص والام هتروح مع الام، يبقى لك تحت ربع ماشي، ودول تربيع الاثنين يبقى كام؟ 4. الأربعة دي هتروح مع الأربعة اللي هنا، تمام؟
اللي هي ربع في 4 يعني، والفي تربيع هتروح مع الفي تربيع يبقى لك 1/1 والاجابه هتكون ب هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده رقم 14 بيقول جسمان كتله الاول ضعف كتله الثاني، ماشي، يعني m1 تساوي 2 m2، وسرعه الاول نص سرعه الثاني يعني v1 تساوي نص v2، فان طاقه حركه الاول قد ايه من طاقه حركه الثاني؟ نعوض عادي، هتقول ان الكي اي في الحاله الاولى على الكي اي في الحاله الثانيه تساوي نص كتله الاول في الاول تربيع نص كتله الثاني في الثاني تربيع. طير النص مع النص يبقى لك كتله الاول اللي هي 2 m2 هشيلها واحط مكانها 2 m2 في v1 اللي هي نص v2 تربيع او على m2 في v2 تربيع. طير الام 2 مع الام 2 ماشي، والفي تربيع دي بقى التربيع دي هتتوزع على يبقى 2 فوق والنص تربيع تبقى ربع، وادي الفي 2 تربيع وتحت في 2 تربيع بس اللي باقيه دي هتروح مع دي يبقى لك 2 في ربع. 2 في ربع تطلع بكام؟ بنص، والنسبه بينهم نص، او الطاقه الاول نص طاقه الثاني. الاجابه الف. سؤال رقم 15 بيقول مدفع يطلق 600 رصاصه في الدقيقه، عايز فاذا كانت كتله الرصاصه 8 جرام وسرعتها اللي هي 700 متر في الثانيه فان الطاقه الحركيه الكليه للرصاصات المنطلقه في الثانيه. يبقى عايزين نعرف عدد الرصاصات اللي في الثانيه، يبقى العدد هيساوي 600 في الدقيقه يبقى 600 على 60 يطلع معاك 10 رصاصات في الثانيه الواحده، ماشي. طيب نجيب بقى الكتله، كتله الرصاصات العشرة تساوي ايه؟ تساوي 10 في كتله الواحده منهم اللي هي 8 جرام، يعني 8 في 10 اس سالب 3 تطلع معانا 8 من 100 كيلو جرام. كده جبنا الكتله. طب هو عايز ايه؟ الطاقه الكليه بقى، احنا جبنا الكتله الكليه يبقى الطاقه ادي الكي اي تساوي نص الكتله في مربع السرعه. ينفع اجمع كتل لكن ما ينفعش اجمع سرعات، تمام؟ فلذلك احنا جمعنا الكتل اهي، يبقى نص في الكتله الكليه اللي هي 8 من 100 للرصاصات في المربع السرعه اللي هي كام؟ 700 تربيع. لو حسبنا ده هتطلع معانا 19,000 جول تقريبا، والاجابه هتكون ب. طيب سؤال رقم 16 بيقول اطلقت قذيفه كتلتها 10 جرام بسرعه 600 متر في الثانيه تجاه حاجز مطاطي سمكه 8 سم، وكانت سرعه القذيفه لحظه خروجها من الحاجز كانت 400 متر في الثانيه. عايز الشغل الذي تبذله قوه مقاومه المطاط على القذيفه. طيب هو الشغل يمثل ايه؟ التغير في طاقه الحركه. الشغل يمثل التغير في طاقه الحركه. طب ايه اللي اتغير في طاقه الحركه؟ اللي اتغير هي السرعه بس، لكن كتله الرصاصه او القذيفه اللي عدت هي، فبالتالي التغير في طاقه الحركه الشغل او هيساوي الدلتا كي اي، والتغير في طاقه الحركه بيساوي ايه؟ نص ام الكتله ثابته في السرعه الثانيه ناقص تربيع ناقص السرعه الاولى ايه؟ تربيع. التغير في طاقه ايه؟ في طاقه الحركه. طيب فكده نص الكتله 10 جرام، يعني هنحولها نضرب في 10 اس سالب 3 عشان نحولها للكيلو جرام، ماشي، في مربع السرعه الثانيه ناقص الاولى يعني 400، طبعا لذلك كده هتطلع بالسالب، يعني 400 تربيع ناقص كام؟ ناقص 600 تربيع، هتطلع معاك بالسالب، وهتطلع بسالب 1000 جول، والاجابه هتكون ايه؟ هتكون د، لان هنا السرعه قلت فالتغير في طاقه الحركه يطلع بالسالب. طيب السؤال او المطلوب اللي بعده متوسط قوه المطاط او مقاومه المطاط يساوي كام؟ طيب ما هو الشغل بيساوي برضو الاف في الدي، والشغل جبناه ب 1000 ادي او سالب 1000 يعني يساوي القوه في الدي اللي هي الازاحه. هو مشيت خلال المطاط كام؟ 8 سم، ما هي دي الازاحه اللي مشيتها القذيفه داخل المطاط، يبقى كده 8 في 10 اس سالب 2. هنجيب القوه تقسم 1000 على الرقم ده، تمام، وهتطلع طبعا القوه ايه؟ القوه بالسالب برضو، فهتطلع معاك السالب 1000 على الرقم دوت هتطلع 12500. 12500 بالسالب نيوتن. طيب نيجي لاسئله طاقه الوضع. سؤال 17 بيقول الطاقة المختزنة في ملف زنبرك مضغوط، طبعا دي ايه قلناها في الشرح ووضحناها، كانت طاقة ايه؟ كانت طاقة وضع. تسلق رياضي، سؤال 18، تسلق رياضي وزنه ادي الاف 700 نيوتن جبلا الى ارتفاع ادي الاتش اللي هو 200 متر، فان اقل شغل يمكن ان يبذله الرياضي
ضد الجاذبيه ليصل الى ذلك الارتفاع، اللي هي طاقه الوضع. يعني اقل شغل هو يمثل ايه؟ يمثل طاقه الوضع. طيب يعني هقول لك كده ان الشغل يساوي، قلنا في الشرح انه بيساوي طاقه الوضع، وبيساوي القوه الوزن سميها دبليو، دي الوزن مش الشغل. الوزن في الايه؟ في الارتفاع اللي هي كانت ام جي، ام جي في اتش. طيب الوزن بكام؟ ب 700 في الارتفاع ب 20 او ب 200، تطلع معاك بكام؟ بتساوي 14 او 140 الف جول، والاجابه هتكون ايه؟ هتكون د. سؤال رقم 19 بيقول الشكل المقابل يوضح منضده ترتفع نص متر، ادي الاتش، عن سطح الارض، موضوع عليها كتاب، ادي الام، ومعاك عجله الجاذبيه. طيب فاحنا عايزين طاقه الوضع. طاقه الوضع بتساوي ام جي اتش، ام جي اتش. يبقى طاقه الوضع هتساوي الام ب 2 في الجي عجله الجاذبيه 9 و8 في الاتش اللي هي بكام؟ بنص. النص هتروح مع الاثنين بقى لك 9 و8 من 10 جول، والاجابه د. سؤال رقم 20 بيقول جسم طاقه وضعه عند نقطة على ارتفاع ادي الاتش من سطح الارض تساوي، يبقى دي البي اي طاقة الوضع، عايز كتلته. طيب ومعانا عجلة الجاذبية، يبقى احنا هنقول هنا ان طاقة الوضع البي اي تساوي ام جي اتش. طاقة الوضع 980، والام اللي انت عايزها في الجي 9 و8 في الاتش اللي هو الارتفاع بكام؟ بخمسة. طيب هتجيب الام تقسم ال 980 على 9 و8 في 5، هتطلع معاك بتساوي 20 كيلو جرام، والإجابة هتكون ألف. سؤال رقم 21 بيقول الشكل المقابل يوضح رافع أثقال يرفع كتلة، ادي الام، فيكون الشغل مبذول بواسطة رفع الأثقال ليرفع هذه الكتلة ارتفاع 2 متر، يبقى ده الاتش. طيب الشغل طبعا ايه؟ الشغل هو طاقة الوضع هنا، يبقى البي اي بتساوي الشغل بتساوي ام جي اتش، تعويض مباشر. يبقى البي اي هتساوي الام ب 100 في الجي عجله الجاذبيه ب 10 في الاتش ب 2، تضرب 1000 في 2 تطلع ب 2000 جول، والاجابه د. سؤال رقم 22 وصل رجل الى شقته صعودا على السلم مره، المره الاولى طلع على السلم ومره بالمصعد اللي هو الاسانسير يعني. اي العبارات التاليه صحيح بالنسبه لطاقه الوضع؟ بالمنطق كده هو مشي المسافه دي على السلم ووصل للشقه هنا، وطلع بالمصعد راسيا ووصل للشقه. ارتفاع الشقه الراسي عن سطح الارض هو نفس الارتفاع في الحالتين. فانا لو قلت لك ارتفاع الراجل اللي هو الاتش مختلف لو طلع على السلم او طلع في المصعد، لا هو وصل لنفس الشقه. طب ما الشقه ارتفاعها ثابت عن سطح الارض، احنا بنتكلم عن الارتفاع الراسي، هو ده اللي له علاقه بايه؟ بطاقه الوضع. اذا طاقه الوضع متساويه في الحالتين، والاجابه هتكون د، هي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال اللي بعده رقم 23 بيقول الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين طاقه الوضع لجسم بي اي والاتش، فان كتله الجسم تساوي كام؟ طيب طبعا هنا الميل طاقه الوضع الاول بتساوي ام جي اتش. طب الميل يمثل ايه؟ احنا هنشيل الاتش والبي اي اللي موجودين في الرسم، يبقى الميل هو الباقي، يبقى الاسلوب هنا من العلاقات ام جي. طيب الاسلوب نحسبه رياضيا كده اهو، يبقى 48 على الستة تساوي الام في الجي، الام اللي هي الكتله اللي احنا عايزينها، في عجله الجاذبيه 9 وايه؟ 9.8 من 10. تحسب الكتله هتساوي اللي هي 48 على 6 اللي هي ب 8، تقسم على 9.8 من 10 هتطلع معاك تقريبا 82 كيلو جرام، والاجابه هتكون ب. سؤال رقم 24 بيقول لديك صندوقان A و B وزنهما 40 نيوتن و60 نيوتن، يبقى ده وزن A على الترتيب وده وزن B. صندوق A موضوع على سطح الأرض بينما الصندوق B موضوع على ارتفاع 2 متر، يبقى ده على سطح الأرض وده موضوع على ارتفاع 2 متر، يبقى ده HB، ده ارتفاع الصندوق B. ماشي، فإن الارتفاع الذي يرفع إليه الصندوق A حتى يصبح له نفس طاقة وضع الصندوق B. طيب ما دي سهلة جدا، هتساوي الاثنين ببعض، فهتقول ايه؟ هتقول نفس طاقة الوضع، يعني بي اي ل A تساوي البي اي لبي. طيب البي اللي هي ام جي اتش للأول، وهنا ام جي اتش للتاني. طيب الأول ام جي ده الوزن على طول، فاحنا ممكن نحط مكانه ايه؟ الوزن، وبرده ممكن نشيل من هنا ده ونحط مكانه الوزن، وهو مدينا الوزن على طول. طيب وزن ايه اللي هو 40 في ارتفاعه اللي احنا عايزين
وزن بي اللي هو 60 في ارتفاعه اللي هو قالوا لك ب2. 60 في 2 ب 120 على 40. اذا الارتفاع هيساوي كام؟ هيساوي 3 متر، والاجابه هتكون ج. كده الحمد لله خلصنا واجب طاقه الحركه وطاقه الوضع. نشوفكم الفيديو الجاي على خير. سعدنا بكم يا اساتذه. السلام عليكم.